السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي، معكم مرفت سيد. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الشال ده، شال جديد وغرزة جديدة شكلها حلو قوي. نعمل كده وردات في وسط الشغل واحنا ماشيين، ففعلا طريقة روعة جدا وجميلة جدا ان انت تعملي الشال والوردات فيه في نفس الوقت. الشكل جميل جدا، وكمان الشراشيب بتاعته مناسبة قوي ليه. هنعمله مع بعض بطريقه سهله قوي وهيعجبكم، وكمان ما باخدش خيط كتير. يعني خيط اليزا جولد دوت، هما شالتين بس هتعملي بيهم شال كبير جدا وهيعجبك قوي، لانه طريقته فعلا ممتعه مش صعبه. هو يبان انه صعب لكن هو مش صعب، في نفس الوقت شكل جديد، وردات في نفس الوقت. هيعجبكم قوي، وانا هعمله معاكم بطريقه سهله قوي، مش هسيب حاجه غير لما اقولها. كمان الفيديو ان شاء الله مش هيبقى طويل. هنعمله مع بعض بخيط كلاسيك، هو خيط اتخن من ده شوية عشان بس يبان انا بنزل فين وبطلع فين في الغرز، فيبان معاكم الفكرة ايه اوضح. لكن الشال لو هتعمليه بالخيط ده هياخد شلتين. طبعا لو بخيط الكلاسيك هيبقى اكتر من شلتين، لان الخيط ده رفيع جدا وبيرمي شغل. اللي هو اليزا كلاسيك، لو اليزا كلاسيك الجولد الدهبي زي ده هتاخدي شلتين بس، وهتشتغلي بإبرة رقم 2.5. هيعمل معاكي شال حلو قوي، مترين او اكتر، وممكن يفيد منه. انما خيط اللي هو الكلاسيك هو الخيط اتخن، فانت ممكن الشال ياخد منك 3 شلات. وكمان لما تيجي تشتغلي بيه هنشتغل بإبرة رقم 4. هنعمل ايه؟ هنعمل عدد من السلاسل بحيث ان انا اعمل لكم جزء كده مصغر من الشغل يبان فيه الفكرة. يعني مثلا انا لو هشتغل وردتين بس من دول، ممكن يكون العدد تقريبا 55 سلسلة او 50 سلسلة ونقطع الباقي. فانا هشتغل كده مثلا نقول 55 سلسلة ونشوف اهو كده. هشتغل 55 سلسلة. انا اشتغلت كده تقريبا 60، علشان ايه ما نتفاجئش ان الشكل مش واضح. فانا دلوقتي خلاص كده هبتدي شغل، وان شاء الله حتى لو عدد من السلاسل 10 حتى هنقطعهم مش هتفرق. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ بس يا ريت بقى لو اول مره تشوفيني اعملي لايك كده وانا شغاله، عشان ايه ما تنسيش، واشتركي في القناه وفعلي الجرس، ويا ريت تعملي شير للفيديو لو عجبك. انا اهو دلوقتي بقى كده خلاص خلصت العدد اللي انا عايزاه من السلاسل، حسبت العرض اللي انا عايزاه مثلا. فهروح عامله ايه بقى؟ هروح عامله 11 سلسله زائد السلاسل اللي انا هحدد بيهم عرض الشال. انا هو مثلا عرض الشال عايزاه كده، انا عرض الشال عايزاه مثلا كده المقاس ده، هروح مزودة عليه 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دول اللي اشتغلتهم دلوقتي. يبقى انا كده هاجي في اخر غرزة انا كنت عاملاها من البداية اهو 3، اللي هي عدد السلاسل اللي انا عاملاهم في الاول، واروح داخلة فيها بعد ما باخد 3 لفات على الابرة اهو كده. هطلع بقى من اول لفة كده، واروح طالعة من الاتنين اللي وراهم، وبعدين الاتنين اللي وراهم، وبعدين الاتنين اللي وراهم، وبعدين اللي وراهم. يعني انا بقفل العمود اللي انا خدت فيه 3 لفات ده على 5 مرات. اول مرة بخرج من سلسلة واحدة، وبعد كده بخرج 4 مرات من كل سلسلتين مع بعض اهو. واروح عاملة سلسلتين، واروح تاني 1 2 3، هعد 2 من تحت. انا هنا اهو كنت في المكان دوت، دخلت العمود اللي قبليه هعد 2 1 2، وفي التالت هدخل وهعمل نفس الحكاية. هخرج من اول سلسلة، وبعدين من السلسلتين اللي وراهم، بعدين من السلسلتين اللي وراهم، بعدين من السلسلتين اللي وراهم اهو. سلسلتين، واروح عاملة نفس الحكاية 1 2 3، 1 2، وفي التالتة هروح برضو داخله وشغاله. هخرج من اول سلسله، بعدين اخرج من الاتنين اللي وراهم، بعدين الاتنين اللي وراهم، بعدين الاتنين اللي وراهم، بعدين الاتنين اللي وراهم كده. كده انا عملت 3 فراغات بالشكل اللي انا وريته لكم ده اهو. اروح عامله ايه بقى بعد كده؟ هعمل 8 سلاسل من السلسلتين. بلاقي نفسي عملت 3 فراغات كده، هعمل 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. وبرضو هعمل 3 لفات. انا عملت 8 سلاسل، هعد 8 من تحت. انا هنا اهو
1 2 3 4 5 6 7 8 وفي التاسعة هروح داخلة وشغالة بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها. اخرج من اول سلسلة، بعدين اخرج من الاتنين اللي وراهم، بعدين اخرج من الاتنين اللي وراهم، بعدين من الاتنين اللي وراهم، وبعدين من الاتنين اللي وراهم، واروح عاملة سلسلتين واعمل 3 فراغات زي اللي عملتهم دول، سلسلتين واروح لفة 3 مرات، 1 2 وفي التالت هروح داخلة وعاملة نفس الحكاية اللي انا كنت بعملها اهو، سلسلتين اهو 3 لفات، 1 2 وفي التالت هدخل واروح شغالة بنفس الطريقة اهو. كده فراغين كمان مرة، 1 2 1 2 3 1 2 3 اهو. عملت بقى 3 فراغات. خلاص الدور على ايه بقى؟ ان انا اخد 8 سلاسل. هروح عامله 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. برضك هعمل 3 سلاسل 3 لفات واروح عدى 1 2 وفي التالت اروح عامله 1 2 كده. انا عديت هنا 8، انا ما عديتش من تحت 8. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 وفي التاسع هدخل بعد ما ياخد 3 لفات اهو. انا كنت غلطت وعديت 2 اهو اهو. هعمل بقى ال3 فراغات، اعمل 2 1 2 3 واروح 1 2 وفي التالت هروح داخله اطلع من الاول، بعدين الاتنين اللي وراهم، بعدين الاتنين اللي وراهم، الاتنين اللي وراهم، بعدين الاتنين اللي وراهم، بعدين 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 وفي التالت. بصوا بقى كده، هنا هنعمل وردة والمكان اللي وراه مش هنعمل فيه، وده هنعمل فيه وردة. انا هكتفي بالكلام ده كده علشان اوريكم الفكرة. انا دايما لما بنهي السطر بنهي بال3 فراغات، يبقى انا هقطع هنا دول مش عايزاهم. يبقى عرفتوا بنحدد بقى المقاس ازاي اهو. انا كده بقى ايه مش عايزة دول اهو اهو. انا كده هطلع وردتين نعمل ايه نشتغل عليهم عشان الفيديو ما يطولش. يبقى انا دايما لما هعمل انا عايزة 3 وردات، يبقى انا هزود كمان ال8 بتوع دول وهزود العدد بتوع ال3 فراغات اهو. هعمل ايه بقى بعد ما اخلص كده؟ خلاص بنتهي بال3 فراغات اللي هما دول الصغيرين. هروح عاملة ايه؟ هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. 5 ليه؟ 3 ارتفاع السطر وكأنه عمود، وسلسلتين هاخدهم بين كل عمود واللي وراه. انا كده بقى بعد ما عملت ال5 سلاسل هروح واخده لفه واحده بس، وهعمل عمود في المكان ده عادي خالص، عمود صغير اهو بلفتين بلفه واحده. اروح واخده سلسلتين واروح جايه على المكان اللي وراه برضو عمود واحد بس اهو، عمود بلفه
سلسلتين اهو، عمود بلفة. هنا 8 سلاسل، هاخد 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهروح بردك لفة واحدة بس واعمل عمود، وهكرر بنفس الطريقة دي. بعد ما عملت كده انا هنا كنت باخد سلسلتين، هاخد سلسلتين برضو واعمل عمود، سلسلتين وعمود، ولحد الاخر هشتغل بنفس الطريقة. انا اشتغلت اهو بالطريقة اللي قلت لكم عليها، وخدت اهو هنا في الاخر سلسلتين، واروح عدى بقى سلسلتين اهو هنا اهو، 1 2، واروح واخده لفة، وفي التالتة هروح عاملة برضو عمود اهو، وهروح برضو طالعة مكررة نفس السطر، العواميد الصغيرة دي اللي انا عملتها تاني، 1 2 3 4 5 زي ما عملت بالظبط، والف الشغل واروح شغالة نفس الحكاية، هكرر السطر ده هو ادي عمود، سلسلتين، واروح شغالة برضو عمود، نفس الحكاية، نفس السطر ده، نفس اللي قبليه بالظبط. هعمل سلسلتين والعمود هنا، واروح عامله 8 سلاسل، واعمل العمود هنا برضو وسلسلتين والعمود ده، واكمل للاخر بنفس الطريقه. يعني ده تكرار السطر اللي قبليه. خلصت اهو كده، كررت السطر هو وجيت في الاخر اهو اعد 2 1. بصوا اهو ده عشان انا كده على الظهر، 1 2، وفي التالت خدت لفه وهعمل العمود في تالت سلسله اهو. وبرضو نفس الحكاية، هاخد 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهلف الشغل وهشتغل اول مربع عادي لفة، وهشتغل العمود اهو. خدت 5 3 هنا فوق العمود ده، واكني عملت عمود، والاتنين اللي باخدهم المسافة بين كل عمود وعمود. السطر التالت ده اللي هنعمل فيه الوردة، اللي هو الشكل اللي احنا ايه اللي في الشال ده. انا كده هعمل اول مربع عادي. بعد ما عملت اول مربع هروح عاملة ايه، 1 2 3 4 5، عملت 5 سلاسل. هروح جاية على العمود اللي المفروض عليه الدور في الشغل. المفروض كنت باخد سلسلتين واعمل فوقيه عمود، لا انا خدت 5 واروح عاملة فوقيه منزلقة اهو. بعد ما هعمل منزلقة هلاقي نفسي اهو العمود اللي انا المفروض الشغل فيه اللي هو ده، هجيب بقى نفسي كده واروح داخله جواه كده وعامله منزلقه تاني اهو بالشكل ده. اروح واخده 3 سلاسل وابتدي اشتغل 3 سلاسل اهو. هشتغل بقى ايه 4 عواميد، 3 سلاسل ادي عمود، ادي التاني، ادي التالت، ادي الربع. عملت 4، اروح عامله غرزة حشو، واروح ده جايه داخله في المكان اللي وراه. انا هشتغل في ال4 اماكن اهو. انا كنت هنا اهو العمود اهو، بصوا انا هوريها لكم تاني الشغل هيبقى فين. انا دخلت هنا اهو بمنزلقه في العمود المفروض ان انا هشتغل فيه. انا هشتغل بقى الورده هتبقى فين، الورده هتبقى هنا كده. هشتغل في دوت 4 عواميد وحشو، هنا 4 عواميد وحشو، وهنا 4 عواميد وحشو، وهنا 4 عواميد وحشو. بصوا اهو انا كنت بره وهنا 4 عواميد. اشتغل هنا وهنا 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 اهو لحد ما ارجع للمكان اللي انا ابتديت منه. اشتغل 4 مرات اهو انا كده والغرزه المنزلقه. هروح جايه بقى ايه هنا كده، وهدخل في المكان ده وهعمل منزلقه اهو، 1 2 3، 1 2 كده 3 3 سلاسل الاولانيين وعمودين، وادي العمود الرابع. وهروح عامله غرزه حشو، واروح جايه على المكان اللي وراه، المكان اللي وراه اللي هو ده اهو ده، واروح داخله فيه بمنزلقه، واروح طالعه فيه بالثلاث سلاسل، واروح واخده لفه
وعامله ادي عمود، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع، وادي غرزة الحشو. اجي في المكان اللي بعديه اهو اللي هو ده، واروح داخله فيه منزلقه، واروح طالعه ب3 سلاسل، واروح ناخده لفه واعمل 3 عواميد غير ال3 سلاسل اهو، 3 عواميد غير ال3 سلاسل اللي في الاول، واروح كده بقى عندي 4 بال3 سلاسل، اروح عامله غرزه حشو. قعدت الف اهو لحد ما رجعت للمكان اللي انا كنت فيه الاول اهو، هو ده. اروح عامله منزلقه، واخده بقى ب3 سلاسل، واروح واخده لفه وعامله ال3 عواميد اهو، 3، واروح عامله غرزه الحشو. خلصت انا اهو في المكان ده كده، انا رجعت لنفس المكان اللي انا كنت فيه اهو. بصوا بقى الخمس سلاسل، 5 سلاسل ورايا اهو اللي انا كنت خدتهم اول ما جيت ابتدي الشغل اهو، 5 سلاسل اهم انا عندهم اهو. بص جبتهم من ورا كده، وزي ما انا كده اهم هروح بقى ايه، انا ايه السلسله دي داخل فيها الشغل اللي هي المنزلقه، انا هعد من بعدها ادي 1، اعمل بقى ايه اهي دي اللي فيها الشغل المنزلقه، هعمل بقى 1 2 ادي 3. بعد ما عملت في 3 سلاسل هروح واخده، بعد ما عملت 3 منزلقه هاخد سلسلتين، وهلاقي نفسي بقى بكمل الشغل. بصوا اهو سلسلتين، وهشتغل بقى عادي عمود في العمود اللي وراه، واخد لفه واروح شغاله عمود عادي اهو. شوف بس احنا عملنا ايه اهي، الورده اهي، هي دي الورده اللي احنا اشتغلناها اهي. بصوا الشكل هو كده، وعملت اهو عمود في اللي وراها، وبعد ما اعمل العمود هلاقي نفسي خلاص عند ال8 سلاسل، اروح عامله 1 2 3 4 5 6 7 8، هروح شغاله عمود في اللي وراه عادي اهو. انا لما بعمل ورده في المكان ده المفروض المكان المربعات اللي بعديه اللي هو زيه مش هعمل فيه، هشتغل بقى في اللي وراه. يعني مره بشتغل ورده واعدي مربع عادي من غير ما اشتغل فيه، واشتغل في اللي وراه، فانا هعدي ده شغل عادي زي ما بنعمل عادي، وهروح جايه هنا وهشتغل تاني ورده زي دي اهو. هشتغل كده عواميد عادي، خد بعد العمود ده سلسلتين اهو، واروح عامله عمود سلسلتين، واروح عامله عمود اهو. الشغل العادي اللي هو زي السطر اللي قبليه اهو. جيت عند ال8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، اروح شغاله. انا كنت بشتغل لما اشتغلت هنا اشتغلت اول عمود عادي، اشتغلت ايه، اشتغلت في المربع التاني الوردة. يبقى انا هنا اما اجي هعمل اشتغل اهو كده سلسلتين، اول مربع اشتغله عادي اهو. التاني بقى اللي انا هشتغل فيه اللي هو انه اللي هو المفروض ده، انا اشتغلت كده، المفروض ان انا هشتغل في ده، هروح عامله ايه بقى، هروح عامله 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. يبقى انا اول مربع اشتغلته عادي. هاجي بقى للتاني، انا هشتغل في ده اشتغلت 5 سلاسل مش سلسلتين، وهروح جايه فيه اهو اللي عليه الدور في الشغل، هاجي فيه واروح عامله منزلقه، نفس اللي انا عملته هناك بالظبط. هعمل كده منزلقه اهو. الشغل اللي انا بشتغل فيه بيبقوا 3 مربعات. بشتغل اول مربع عادي اهو، المربع بقى بعمل فوقيه مربع عادي، وبعد ما اعمله اروح عامله 5 سلاسل
واروح عامله منزلقه في ايه، في عمود المربع التاني اللي هو ده، واروح بقى جايه زي ما قلت لكم. هنمسك بقى المربع نشتغل فيه من كل ناحيه، من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، علشان ارجع للمكان اللي انا كنت واقفه فيه واروح مكمله شغل. هعمل بقى كده انا، وهنزل بقى هنا كده بعد ما عملت 5 سلاسل منزلقه، اروح نازله تحتيه كده، تحت نفس العمود اللي انا عامله فيه المنزلقه اهو بالعرض كده، واروح عامله منزلقه تاني، اطلع ب3 سلاسل واروح عامله عمود، وبعدين اروح كده بقوا عمودين، بقوا 3، بقوا 4، نشتغل بقى نفس اللي انا اشتغلته. بعد 4 عواميد اروح عامله غرزه الحشو، واروح جايه في عمود اللي بالعرض ده وانزل كده فيه اهو ومنزلقه، وهعمل نفس الحكايه اهو. واروح عامله 4 عواميد، اروح عامله الحشو، وبعدين اهو انا عملت في الحرف ده والحرف ده كده، المفروض هعمل في اي حرف اهو. انا عملت في الحرف ده وفي الحرف ده، المفروض بقى في الحرف ده اهو منزلقه وال3 سلاسل واعمل العواميد اهو. انا عملت ال3 سلاسل بس كنت بعد الخيط هعمل العواميد اهي، التالت الرابع، بعدين هعمل الحشو اهو. رجعت بقى للمكان اللي انا كنت فيه، بصوا ال5 سلاسل اهو، 5 سلاسل اهو. هروح جايه بقى اهو، هم اهو. بصوا اخر حاجه بعمل فيها اللي تحت ال5 سلاسل، اروح واخده منزلقه كده 1 2 3 اللي بطلع بيهم الاول، وادي تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، الحشو زي ما انا واقفه كده. الابره اهي في مكانها اهو، ابره في مكانها اهي، 5 سلاسل على طول اهو اهو. بصوا ده دي كده شبكه المنزلقه. يبقى انا السلسله الاولانيه اهي هعمل فيها اهي، هدخل فيها ادي 1، هدخل في اللي جنبها كمان منزلقه، هدخل في اللي جنبها 3. بعد ما دخلت وانا كده في نفس المكان اعدل الورده على طول كده اهو، 3 منزلقات سلسلتين بقى، واروح عامله عمود اهو. بصوا اخر عمود بقى اعد 1، مش كنت بعد في الاخر 2 وادخل في التالت 1 2 اهو، وهعمل العمود الاخير زي عادي ما كنت بشتغل وبكمل شغل. بصوا بقى اهو هيبقى الشغل كده. ادي الوردتين. هعمل ايه بقى بعد ما خلصتهم كده؟ هبتدي اكرر السطر اللي تحت ده تاني علشان اهيئ نفسي لشغل تاني وردتين زي دول. هعمل السطر ده وهروح عامله المربعات سطرين، وفي التالت هعمل برضو الورد. هنعمله برضو مع بعض عشان نوضح الفكره. هعمل زي ما كنت بعمل انا اول ما اشتغلت، كنت بشتغل عملت 11 سلسله في اول الشغل خالص عشان كنت حاسبه ال3 بتوع العمود. انا هعمل هنا 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. اول ما بنخلص اول سطر في الورد بنعمل 8 سلاسل ونلف الشغل. هلف الشغل بقى واروح عامله ايه، هبتدي تاني اشتغل اللي هو العواميد الطويله 3 لفات اهو، وهبتدي اعمل الفراغات اهو. ده اول فراغ عندي، هطلع من اول حلقه، بعدين حلقتين 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 سلسلتين، وهشتغل اهو مكان اهو التاني اللي بعديه 1 2 3 هشتغل فيه اهو. اخرج كده كده وكده 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 زي ما بنعمل برضو سلسلتين اهو المكان اللي هشتغل فيه 1 2 3، وهشتغل هنا برضو
اهو. بعد ما عملت في هنا 8 سلاسل، برضو هعمل 8 سلاسل، 2 3 4 5 6 7 8. وهبتدي برضو نفس الحكاية 3 لفات، وهشتغل فوق هنا نفس الحكاية اهو. هعمل سلسلتين واشتغل هنا برضو عمود طويل، وسلسلتين وعمود طويل اهو، وهنا برضو عمود طويل لحد ما يعمل معايا 3 فراغات، واروح عامله ال8 سلاسل، وعامله برضو هنا 3 فراغات بالعواميد الطويل بين كل عمود وعمود سلسلتين لحد ما انهي الشغل هنا. هعمله بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا اشتغلت اهو بنفس الطريقه، بس هنا حبيت اوضح لكم برضو سلسلتين، وهروح عدى برضو هنا سلسلتين، واعمل برضو 3 لفات عشان اعمل العمود اللي في الاخر بالشكل ده كده. هيبقى السطر معايا كده اهو زي السطر الاول بالظبط. كنت عامله السطر الاول وعملت بعد كده الفراغات الصغيره، خدنا 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. نبتدي بقى نعمل الفراغات الصغيره، عمود عادي خالص فوق كل عمود كبير اهو. هنعمل سطرين من الكلام ده، سلسلتين واعمل عمود، والسطر هيمشي كله زي السطر اللي هو ده كده، اللي هو السطر اللي فوق الكبير اللي هو ده. رجعت عملت سطر مكرر نفس ما قلت لكم، هو هنكرره اللي وراه، وفي التالت اللي بنشتغل فيه الوردة انا هكمل ده كده للاخر، وهعمل سطر وفوقيه كمان زيه بالظبط. انا كررت سطرين اهو زي ما قلت لكم من المربعات الصغيره. عملنا الاول السطر ده بعد ما خلصنا الورد، وبعدين قلبنا الشغل وعملنا ده، وبعدين قلبت الشغل تاني، خدت 5 سلسله وكررت نفس الطريقه دي، او سطرين مربعات صغيره. وفي السطر التالت بقى هعمل اهو 1 2 3 4 5، والف الشغل السطر ده اللي هنشتغل فيه الورد. بس انا ايه بقى، انا كده اهو كنت بعمل اول مربع وبروح عامله 5 سلسله، واروح جايه في المربع ده عامله منزلقه وعامله شغاله الورده. لا انا مش هعمل كده، انا همشي كل السطر ده المربعات الصغيره دي ال3 هقفلهم، علشان انا مش هعمل ورده فوق الورده. انا السطر اللي فيه وردة مش هعمل فوقيه وردة على طول، هعمله في اللي جنبها. يعني انا هنا كده ده اهو هروح شغالة عادي سلسلتين، واروح عاملة المربع عادي اهو والسلسلتين، وهعمل المربع اللي جنبيه عادي اهو. بعد كده هروح عاملة ال8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. هروح جايه بقى هنا كده هعمل المربع الاولاني قلنا بنعمله عادي، يبقى انا هعمل العمود ده وسلسلتين والعمود اللي وراه. انا ما كنتش عامله في الصف ده ورد، فانا هعمل بقى فيه ورد اهو. هاجي بقى المفروض المربع اللي في النص ده اللي انا بشتغل فيه بروح عامله ايه، بروح عامله برضو 5 سلسله، 1 2 3 4 5، وبروح جايه اهو عامله كده مربع المفروض الشغل عليه الدور فيه، واروح عامله فيه منزلقه، وهبتدي اشتغل زي ما قلت لكم. هشتغل في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده، كل واحد فيهم 4 عواميد وغرزه حشو، وبنزل كده بالعرض من جواه بالطريقه دي كده اهو. بصوا واعدل نفسي اهو المنزلقه، راح عامله 3 سلسله، وهشتغل زي بقى ما ايه ما كنت بشتغل عادي اهو. هعمل الحشو، هاجي في المكان اللي بعديه اهو. بصوا ما يضيعش مني اهو المربع ده كلهم موصلين ببعض اهو كده اهو. 1 2 3 خد لفة، وهشتغل 3 4، وهعمل حشو
اهو. في التالت ضلع من المربع هروح عاملة نفس الحكاية اهو. اروح عاملة غرزة حشو، هروح جاية اخر جزء اهو اللي هو فوقيه ال5 سلاسل الاولانيين، هدخل كده واروح عاملة برضو نفس الحكاية اهو. وهعمل غرزة الحشو، وزي ما انا كده الابرة اهي في نفس المكان اهو مغيرتوش، هلاقي من ورا فيه ال5 سلاسل. هعد بقى هنا كده دي مشبوكة فيها ماليش دعوة، هعد من اول هنا كده 1 منزلقة 2 تالتة، بعد ما اخلصهم على طول اعمل سلسلتين عاديين اهو، واروح جاية كده عدلة الوردة، هلاقي نفسي بكمل شغل لفة وبكمل المربع اللي بعديه اهو. هروح بقى مكملة عادي شغل هنا بقى كده خلاص. هعمل ال8 سلاسل 3 4 5 6 7 8 اهو. المربعات الصغيرة فيها وردة تحتها يبقى مش هشتغل فيها، هاخد لفة وهشتغل، مش هشتغل فيها، هشتغل مربعات عادية. 1 2 اهو، 1 2 واهو، 1 2 وعد 1 2، وفي التالتة هاخد لفة وهعمل عمود. انا مثلا بقى كده خلاص هفضل شغالة على كده. هعمل السطر اللي بعد كده، هروح عاملاه السطر اللي هو الكبير اللي هو هطلع ب8 سلاسل عشان اكمل بقى ايه الشال للاخر. هلاقي نفسي بعد كده بعمل المربعات الصغيرة، هلاقي اتنشأ لي مربعات صغيرة ان انا اعمل وردتين مش وردة واحدة. هلاقي ترتيب المربعات الصغيرة ان انا اعمل 3 وردتين زي هنا كده مش وردة واحدة زي هنا كده. انا عندي ما عملت في الاول 3 وردات، في اللي بعديه وردتين، بصوا في اللي بعديه 3 وردات زي المرة الاولانية، ويفضل كده بقى كل سطر مرة 3 ومرة 2 وبعد كده 3 واللي وراها يبقى 2، وهكرر بنفس الطريقة دي بالظبط كده. يبقى انا السطر اللي انا هعمله بعد كده اللي هو ال8 سلاسل اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8. السطر اللي انا هقفل بيه الشال بعد ما اخلص للطول اللي انا عايزاه هيبقى السطر اللي هو بتاع ال8 سلاسل، اللي انا بروح لفه الشغل وعامله 3 عواميد 3 لفات وعامله الفراغات اللي هي الكبيره اللي انا بعملها ديت اهي. علشان انا خلاص هنهي الشغل هخليني السطر ده هيكون اخر حاجة اللي هو الكبير ده عشان اعمل فيه الشراشيب. مش هنهي الشغل، يبقى بعد ما هعمل الكبير ده هعمل سطرين مربعات صغيرة، وفي السطر الثالث هبتدي اشكل الوردة زي ما انا عملت. انا كده بقى مثلا خلصت اهو خلاص. مفروض بقى ان انا هعمل الشراشيب هنتهي بالسطر الكبير زي ما ابتديت بيه. الشراشيب بقى هعملها ازاي؟ ابتدي بقى مثلا هجيب خيط تاني كده، ثانية واحدة. انا عملت السطر اهو اللي المفروض ننهي بيه الشال بعد ما نخلص الطول اللي احنا عايزينه. هقص كده الخيط وهروح عاملة ايه بقى، هروح قلب الشغل على الناحية التانية اهو، وهروح عاملة ايه، هعمل بقى المفروض الشراشيب. احط بقى هعمل الشراشيب فين اهو. هاجي هنا كده عشان امشي كده بالشراشيب، هاجي هحط الخيط في الكورنر. يعني انا هنا اهو كورنر اهو كده،
هروح شبكة الخيط اهو. هروح طالعة ب10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طلعت ب10 سلاسل. انا كده عند السلسلة ال10 اهو، 1 2 3 4 5. هنزل السلسلة ال10 اللي انا كنت فيها واروح عاملة منزلقة كده. هعدل نفسي بقى عشان انا هخش جوه الدايرة دي وهشتغل كده. هدخل كده منزلقة تاني، مش هطلع بقى ب3 سلاسل، انا هاخد لفة على طول وهشتغل 4 عواميد. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، واروح نازلة كده بغرزة حشو واروح جاية تاني خد لفة واعمل 1 2 3 4 واروح عاملة غرزة حشو تاني لفة 1 2 3 4. انا رجعت للمكان اللي كنت فيه اهو، السلسلة اهي، واروح عاملة الحشو بعد ال4. وهروح عاملة ايه بقى اهو، بصوا هتبقى كده اهي. هروح عاملة ايه، هروح عاملة 10 سلاسل زي اللي انا كنت عاملاه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهروح جاية فين، هسيب مكان عمود واروح جاية في اللي وراه واروح عاملة، مش هعمل حشو، هعمل منزلقة اهو. هتبقى الشرشوبة بالطريقة دي كده اهي. هاجي هنا، انا عملت هنا 10 سلاسل، هعمل اللي بعديها طويلة، هعملها 15 سلسلة واروح عاملة 5 سلسلة وقافلاهم بمنزلقة في اخر ال15 سلسلة، وعاملة نفس اللي انا عملته هنا. واما اجي اشبكها افوت عمود اهو، بس اما اجي هشبك بقى هشبك هنا في النص كده، وانا في النص هنا خلاص خلصتها، عملتها زي كده. هروح جاية عاملة 10 سلاسل بس، و5 اللي انا هقفلهم مع بعض بمنزلقة واشتغل، واجي اروح سايبة العمود ده واروح قافلة في اللي وراه، وهكذا عشان في الاخر الشكل بقى هيبقى كده اهو. بصوا اهو، عملت الصغير وبعدين الكبيرة وبعدين الصغير وبعدين الكبير، وبصوا المسافات زي ما انا عاملة كده اهو. الورد ده انا كان المفروض ان هو متني شوية، يعني ما بتشتغليه بيبقى متني شوية، فانا جبت مكوة مسخناها بسيط قوي، وجبت خلي بالك وجبت حاجة كده قطن وحطيت على الوردة بس، يعني على المكان اللي فيه الوردة بس كده، ابقى رافعة القماشة وحاطة القماشة على الوردة بس، وضغطة واطلع، ضغطة واحدة واطلع، ما اعملش كده، لا ضغطة واحدة واطلع. الوردة بتتفرد معايا وبتبقى بالشكل ده كده اهو. اهو بصوا، يا رب تكون كده واضحة اهو. شال جميل جدا وسهل قوي، فكرته حلوة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، تعملوا اشتراك في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان تشجعوني ان انا اقدم افكار حلوة نعملها مع بعض. واشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش شير لي الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.